وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأمان والنعيم السرمدي. ويخصكم رب الأنام بفضله والفوز بالجنات يوم الموعد. يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبشر والعيش الهني الأرغد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم وختاما لهذه الليلة القرآنية العطرة التي نكرم فيها فقيد عموم عائلات أبو خضر وفقيدة عائلات أبو دياب رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته. آيات بينات يقول فيها الحق جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فخر قراء جمهورية مصر العربية، شرف به الأزهر عالما ومعلما، فضيلة القارئ الشيخ عاطف محمد عبد العال، قارئ القرآن الكريم واعد النقابة العامة للقراء والمقيم بالناصرية مركز ومدينة صانع الحجر، فليتفضل فضيلته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بل قادرين على أن نسوي بنانه. بل قادرين على أن نسوي بنانه. لا أقسم بيوم القيامة. أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بل قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. فإذا برق البصر
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه. كلا 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 بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا 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 إذا بلغت التراقي إلى مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة ختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فخر قراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ عاطف محمد عبد العال، قارئ القرآن الكريم وعيد النقابة العامة للقراء والمقيم بالناصرية مركز ومدينة صان الحجر. توليت على أحدث مقدرات الصوت إدارة إمبراطور الصوتيات المهندس إبراهيم أبو السيد، المقيم بمركز ومدينة الحسينية. شاكرين له الدواء والتصوير والبث المباشر إدارة المهندس حسين النجار، المقيم بمركز ومدينة الحسينية. من داخل قصر ضيافة للمتنقل فراشة وإنار الحاج علي المحلاوي، المقيم بمركز ومدينة صان الحجر. شاكرين لواجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة مجموعة بوفيهات أولاد أبو جمعة إدارة الأستاذ السيد عبد الفتاح جمعة، المقيم بأبو جعفر الناصرية. اخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أسرة الفقيدان يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وقف بجانبهم وشاركهم الأعزاء في فقيدهم وفقيدتهم، رحمهم الله رحمة واسعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكان معكم الشيخ صلاح أحمد هلال، إمام وخطيب بأوقاف الحسينية والمقيم بقرية 2 بحر البقر. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدوام، لله ما أعطى.